مساء الخير يا جماعة. عشان الموضوع كتر، يا ريت نفهم الكلام اللي أنا هقوله ده كويس. كنت سمعت راجل بيتكلم وبيقول أنا لو جوز بنتي ضرب بنتي ده معناه اللي هو طلقها، هروح أخدها من عنده معززة مكرمة وبعدين نتفاهم. أي مشاكل وأي خلاف إلا الضرب مقدور عليه، لكن يمد إيده عليها هو كده نهى كل حاجة. من سنة كده أو أكتر عرفت إن في واحد صاحبي كان بيشارك واحد في عيادة، وعرف إن هو بيضرب مراته. قام فض الشراكة ما بينهم وقال له انت ظالم، انا كده عمري ما هأمنك. واحدة كان مكتوب كتابها على واحد كان كويس بمقاييس الناس، وقبل الفرح بفترة صغيرة اختلفوا فضربها. اخوها كان هيعجنه وابوها قال لها ملكيش عيش معاه ونهى الموضوع. طبعا هي سمعت كلام صحابها ان هم قالوا لها استحملي، وكانت زعلانة من ابوها واخوها قوي. فلما ربنا رزقها بواحد محترم عرفت ان الرجاله مش بيمدوا ايديهم، واي حد يقولك ان الرجاله عصبيين وده عادي يبقى بيضحك عليه. الواحد ما شافش اي حد من اللي بيعرفهم قبل كده بيضرب مراته، واللي بيعمل كده زباله ومش متربي ومش امين. لدرجه ان واحد من زمايلي رفض يجوز اخته لواحد تاني عشان اخوه بيضرب مراته وبيزعق لها في الشارع، وخاف ان العيله كلها تبقى كده. الدكتور عرفه كان عصبي جدا لدرجه ان هو ممكن يكسر اللي قدامه، يرمي اي حاجة في وش اي حد. قدام امه ومراته محترم جدا وما بينطقش، راقي. الراجل اللي بيتحجج ان هو عصبي جدا وبيطلع غله في اضعف حد قدامه ده مش راجل. في فرق كبير جدا ما بين الرجولة وقوامة الرجولة اللي تحسسك بالامان والحب والمودة والرحمة. فرق كبير والله ما بين كده وما بين التحكمات اللي ملهاش لازمة. ولاد الأصول لسه موجودين. ليه بقى انتوا الستات بترضوا بالإهانة والقرف ده؟ ايه المبرر؟ تبقي بتربي وبتشتغلي شغل البيت وبتشتغلي بره وبتصرفي على البيت، وفي الآخر تنضربي وأشكال تيجي تقولك روحي صالحيه والبسيله معرفش ايه. دي اسمها انتكاسة الفطرة، عشان فطرة الإنسان الطبيعية بترفض الإهانة. مفيش مشكلة خالص اللي الناس تبقى راضية تعيش ذليلة ومتهانة، بس ما يصوروش للناس ان ده العادي وده الطبيعي. ربنا شرع الطلاق لأمور أقل من الضرب، واللي بيقولك اصبري ده بيضحك عليكي، لأن الصبر اللي انت بتؤجري عليه اللي انت ما تعرفيش تغيريه، زي المرض مثلا. بس صبر على الأذى ليه؟ ليه بتعملي في نفسك كده؟ ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة. اللي بيخاف من كلام الناس على مصطلح مطلقة يخلي الناس تيجي تنضرب مكانه. من الآخر البيت اللي فيه واحدة بتنضرب ده مش بيت، ده خرابة. الحياة هنعيشها مرة واحدة بس، عيشها عيشة حلوة وجميلة وبسيطة. وطالما مفيش سكن ومودة ورحمة من أساسه مفيش حاجة اسمها جواز.